طريقة هاكينج ما ينفعش تكتشف. ايه، بص يا سيدي، الفكرة في الهاكينج كلها ان انت تقدر تخلي حد يدوس على لينك معين. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ انت هتعمل فلايرز دي زي بتاعت حضرموت عادي جدا، بس هتعمل بقى ديزاين ايه، تحط بقى بالم هيلز وتحط فودافون، وتحط بقى ان شاء الله تحط فودافون وموبينيل واتصالات، بس تحط اوفر ابن لذينه مش طبيعي، حاجه اللي هو محدش ممكن يعني ايه، بس ما تخليهاش تأفور منك قوي يعني. وتحط في النص كيو ار كود. كيو ار كود دهوت عباره عن لينك عشان تخش، عشان تاخد الديسكاونت او عشان تاخد الحفله او وات ايفر اللي انت هتحطه في الفلاير، هتخش على الكيو ار كود. طيب انت لو عملت كده بس انت هتتجاب من اللبس عشان بس نبقى واضحين يعني. لو فاكر ان هي صايعه كده وخلاص، لا، ده كده انت كده هتتجاب. فالطبيعي المفروض بتعمل ايه؟ اول حاجه الفلايرز نفسها ده مصدر يترجع له. فانت مبدئيا انت هتجيب بالمكنه الكالر جت كوميرشال، دي مش حوار يعني. وكده كده بتبقى رولات، فخلاص مش موضوع، ودي حاجه عاديه، في الافات من المكن في البلد مستعمل او عادي تقدر تشتري اي واحده. فده بالنسبه لده والورق بتاعها، لانه كده انت ما عملتش لسه حاجه. بعد كده عشان توزع الورق دهوت هتجيب عيلين من البلد تحت السن، من 12 13 14 سنه، 9 سنين، يعني العب في الرينج ده. هتخليهم يوزعوا على العربيات بالليل الساعه 3 الصبح، انت مش موجود، مالكش دعوه. والعيال دي ترجع البلد تاني في المحافظه في القريه اللي هو يعني اصلا ملوش علاقه بالدنيا. فالموضوع ما يرجعش. لسه بقى في جزء تاني تقدر تتجاب منه، يعني ايه؟ الاي بي. هو مش اللينك ده هو بيودي على ويب سايت، والويب سايت ده ليه اي بي. فعشان تسيت اب الموضوع ده هتعمل ايه؟ هتشتري حاجه اسمها في بي ان، اوكي، او في بي اس، فيرتشوال برايفت سيرفر. اوكي، الاول الفي بي اس بتاعك دوت انت هتشتري اكنك بتاخد كمبيوتر، بس فين؟ في بلد، في اي حته، في بنما، في امريكا، في اي حته مش هتفرق. اوكي، وبتسطب عليه ويندوز عادي جدا. اوكي، الكمبيوتر جهاز عادي جدا بس مفتوح طول الوقت، بتدفع له اشتراك. اسمه ايه ده، والويب سايت اللي انت هتعمله هتشتري بس الدومين اللي انت عاوزه، ومش فارق معاك اسم الدومين اصلا اللي ما بيبانش. وبالعكس ده انت ممكن تعمله تبقى صايع، عشان لو بيبان في حبه موبايلات الاندرويد اللي ساعات بتطلع اللينك يبقى حاجه صايعه، ديسكاونت ان ايجيبت مثلا. اللي هو حاجه نصاب يعني. بعد كده اللي هيخش على الويب سايت دوت هيبقى عنده بقى يكتب اسمه، رقم تليفونه، حبة حاجات كده عشان نبعت لك الديسكاونت ومبروك وانت من اول مش عارف كام والكلام ده كله. آه، فانت لما بتسطب البتاع اللي اسمه ايه ده الجهاز بتاعك بره، وبتخليه هو اللي بيهوست كل حاجه، انت ما فيش ريفرنس هنا اصلا، انت مش موجود. الاي بي بيسمع على ويب سايت كمان مش محدش شاريه من جو دادي، فما فيش هو از الاي بي بتاعه، يعني ما تقدرش تعرف مين الشركه اللي شارياه، وده اساسا مصرح بيه في امريكا وفي بلاد كتير قوي. وانت مهوست لوكال يعني اصلا، فانت لو اكنك مهوست لوكال، اكنك حاطط الويب سايت على جهاز عندك في البيت، بس بدل ما الجهاز عندك في البيت الجهاز في بلد تانية. ف... ما يمتلكش بصله. الجزء بقى بتاعت الهاكينج نفسه يعني ايه؟ يعني اللي هو دخل على الويب سايت، ايه اللي بقى اللي هيحصل؟ هتحط كي لوجر، هتعمل مش عارف ايه، مش مهم، ده مش فارق في حاجه، لان كل شيخ هو ليه طريقته، والاندرويد غير الاي او اس غير مش عارف ايه غير، يعني فيها بحر واسع. هي الفكره الاكسسبيليتي بس. فدي طريقه ان انت تهاك وما تتقفش، ما تقولش لاي حد وما تشيرش الفيديو ده عشان ما نلبسش كلنا.